تخيل تمشي بالليل على البحر، الهواء بارد والموج بيضرب بهدوء، وبالصدفة الشرطة بتلاقي بنت مرمية جنب الشارع مضروبة ومفغوصة بطريقة كثير بشعة، والسيارة اللي صدمتها اختفت كأنها تبخرت. القصة صارت لها أكثر من 40 سنة، والقاتل لحد هاي اللحظة لسه حر. وخليني أفاجئك، رغم كل اللي سمعته الشرطة معها DNA تبعه، بس ولا حد بيعرف مين هو. اليوم راح نحكي قصة حقيقية، قصة شيلا أندرسون، البنت اللي موتها غير طريقة تعامل الشرطة مع كل القضايا المشابهة للأبد، والقاتل لسه مجهول. أنا أبو حامد وهذا محتواي الجديد. إذا أول مرة تشوفني بتمنى منك تشترك في القناة، فعل الجرس، حط لايك لهذا المقطع. خلينا نكمل. القصة صارت بليلة 7 نيسان سنة 1983 في مدينة إدنبرا في اسكتلندا. شيلا أندرسون عمرها 27 سنة، أم لطفلين. كان بهذاك الوقت بتمر بظروف كثير صعبة، واضطرت تشتغل بمجال هناك الناس أبدا ما بتحترمه، يعني مجالها كان بالحرام. عملت هذا الاشي عشان تقدر تأمن مصاريف بيتها وتعيل الطفلين. بليلة الحادثة حوالي الساعة 11:30 بالليل، آخر مرة انشافت فيها كانت بتحكي مع زلمة كان راكب سيارته في شارع كوميرشال ستريت، منطقة اسمها ليث. ولكن أكثر إشي صعب بالقضية تضارب شهادات الشهود. واحد من الشهود حكى إنه شاف سيارة كانت متجهة للبحر بمنطقة اسمها جيبسي براي بورمينيد، وهاي المنطقة كان معروف عنها إنها فاضية ودائما هادية بالليل. وبنفس الوقت وبالصدفة واحد من الشهود كان قاعد بسيارته على البحر، لمح ضوء سيارة بتمشي بمكان غريب، فقرر يروح يشوف. لما قرب للمكان شاف جثة بنت مرمية على الأرض، كانت شيلا. الجثة كان عليها علامات دهس وسحب لمسافة طويلة، وكانت مفعوصة وكأنه السيارة رجعت عليها 1000 مرة، لدرجة انهم لقوا دهان السيارة ملزق بواعيها. تخيل معي عزيزي، من كتر ما تم دهسها دهان السيارة لزق بواعيها، اشي مجنون. وبعد هيك الشرطة تأكدت انه هذا الدهان دهان سيارة القاتل. بس كان في اشي كثير غريب بالقصة، شنطتها اختفت من المكان. بعد كم يوم لقوا الشنطة مرمية بموقف للسيارات على طريق A1، طريق اللي بيؤدي الى انجلترا، وهذا اللي خلى الشرطة تشك انه القاتل ممكن يكون غادر المنطقة بعد الجريمة. في البداية الشرطة ما كان عندها خيوط قوية للجريمة، بس بعد التحقيق بلشوا يرجحوا انه الجريمة صارت بينها وبين زبون من زباينها، يمكن رفض يدفع، ويمكن صار بينهم جدال انتهى لقتلها، خصوصا انها كانت معروفة تحاول توقف الزباين لو حاولوا ينصبوا او يضحكوا عليها. مرت السنين والقضية بردت وشبه اندفنت، لحد ما تيجي سنة 2009 لما الشرطة قررت تفتح القضية من جديد وتستخدم تقنيات جديدة ما كانتش موجودة بهداك الزمن مثل DNA. وفعلا خليني احكي لك انهم طلعوا بروفايل DNA كامل للقاتل، بس المفاجأة ما طابق ولا شخص في قاعدة بياناتهم، يعني القاتل لسه مجهول. يمكن عمره اليوم بالستينات أو السبعينات، ويمكن حتى اليوم عايش بين الناس بشكل طبيعي. الشرطة كمان قالت إنه القاتل ممكن مصاب بمرض منقول جنسيا بهذاك الوقت، وإنه ممكن يكون نقل هاي العدوى لشخص تاني. فطلبوا من أي شخص عاش في هذيك الفترة وتعرض لإشي مشابه إنه يبلغهم لو بيتذكر أي تفاصيل. وبعد سنين وسنين، تحديدا في سنة 2023 وبعد مرور أكثر من 40 سنة على الجريمة، الشرطة نشرت نداء جديد رسمي كان عبارة عن: إذا بتتذكر أي شخص كان عنده سيارة حمراء وقتها وصار فيها تلف أو خدوش من تحت، أو رجع البيت بتوتر أو تصرف تصرفات غريبة، بلغونا. يعني الغريب إنه الشرطة عندها DNA وعندها كل التفاصيل ومش قادرة تصل لهذا الشخص، لا وبل بعد 40 سنة بوجهوا للناس نداء اللي عاشوا بهديك الفترة إنهم بلغون بأي شيء جديد. يعني القصة بالأخير شبه فارطة لهاليوم، بالرغم من كل هالتحقيقات والنداءات القضية بعدها بدون حل. بس تأثيرها كان كبير ولا زال كبير كثير. بعد مقتل شيلا تغيرت طريقة تعامل شرطة إدنبرا في اسكتلندا، خصوصا مع النساء اللي شغالين في الشوارع، وصارت تعتبر قضيتها نقطة تحول حقيقية في تاريخ العدالة في اسكتلندا. 40 سنة والبنت لسه ما أخذت حقها. تخيل كل المعلومات والأدلة بإيدهم، DNA موجود، بس القاتل ولا له أي أثر. ممكن يكون مات، وممكن يكون عايش بينهم، وممكن يكون لسه عايش بالمنطقة اللي صارت فيها الجريمة ولا حد حاسس. يمكن اللي صدمها شاف الفيديو هذا، هو يمكن قاعد بيضحك لأنه لليوم ما حد عرفه ولا حد قدر يوصل له. اكتبوا لي بالتعليقات، معقول القاتل راح ينكشف بيوم من الأيام رغم إنه القضية صار لها أكثر من 40 سنة، ولا راح تضل القضية سر غامض والشاهد الوحيد على مقتل شيلا هو موج البحر؟ شكرا على المشاهدة، وإذا بتحب نحكي قصص معينة بتمنى تكتبوا لي إياها بالتعليقات. ما تنسوا الاشتراك بقناتي، تفعيل الإشعارات، لايك لهذا المقطع، ودي لصاحبك. وبدي تعرف انه انا مستمر. وما ننسى دائما دعواتنا لاهلنا في غزة، اهلي واهلكم. غزة المدينة اللي انا عشت فيها، ترعرعت فيها، عشت فيها حروب كثير، لكن القدر ما كتب لي انه اعيش فيها بهاي الحرب، لكن هي تبقى في القلب. وعشان هيك ما تنسوا كل خطوة بتعملوها خلي في دعوة فيها لاهل غزة. سلام.